السلام عليكم حبايبي. النهارده هنعمل صينيه اللحمه في الفرن، طريقه سهله وبسيطه. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه والمكونات ايه. حبايبي معايا كيلو لحمه ستيك، ومعايا التوابل: ملح، فلفل، سكر، جنزبيل، وبعدين بهارات اللحمه، ومعايا بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل حامي ومعلقه سمنه بلدي. خلاص حبايبي، هنضرب بقى المكونات على بعضيها وبعدين نيجي نحط على اللحمه وارجع لكم تاني. خلاص حبايبي، طحنا كل المكونات على بعضيها. خلاص، اروح حاطه معلقه سمنه البلدي، وبعدين هحط 100 معلقتين خل، وابتدي اقلب. ريحة الخلطة تحفة. وبعدين هنزل اللحمة كده حبايبي. انا خلطت اللحمة مع المكونات اللي احنا ضربناها، سيبها بقى تتشرب من التتبيلة، تتبيلة بسيطة عشان تحس بطعم اللحمة. هسيبها ساعتين 3 وبعدين ارجع نشتغل فيها على طول معاكم. اغطي عليها بقى وادخلها التلاجة تتشرب. انا حطيت صينية على النار وحاطة فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت. احط بقى شرايح اللحمة، بص حبايبي، بعد ما اتشوحت الناحيات دي هشيلهم كده على جنب عشان احط الجزء التاني. خلاص حبايبي، انا حطيت اللحمه كلها وحطيت بقى الصوص بتاعها، وهسيبها بقى مع نفسها كده لما تشرب خالص وارجع لها تاني. فتحت عليها، زودت لها ميه وحطيت لها بصلايه مقطعه، وهسيبها بقى تكمل سواها في الفرن. حبيبي خلاص، احنا طلعنا الصينيه من الفرن وكده يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا صينيه اللحمه بطريقه سهله وبسيطه، وعملنا جنبيها رز اصفر وسلطه كولسلو. عجبتكم الوصفه، عجبتكم الطريقه، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناه حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفه جديده سهله وبسيطه. سلام عليكم.